ادفع مليون جنيه وامضي ل 70 نادي، خلاص مش هيبقى فيه مبادئ ولا احترام. اللعيبه مش هتحترم حد زي ما هم اصلا. مع معظم الجيل الموجود دلوقتي في لعيبه محترم وفي لعيبه خدت على اللامبالاه. فكده انت هتعمل فساد ما بين اللعيبه، مش هيبقى فيه لعيب دلوقتي تحترم كلمته ولا تعاقده، ودي مشكله كبيره. انما مشكلتنا الزمالك ان يعني الحاجه الوحيده اللي خدها نادي الزمالك ان هو اتحاد الكوره اثبت ان في ادانه للاعب، ان اللاعب اخطا. مجرد ان يعمل عقوبه مليون جنيه للنادي لاتحاد الكوره مستفاد منها، ومليون و200 للزمالك، كده اذا يبقى نادي الزمالك على حق واوراقه كلها صح. تمام. الموقف الثاني انك انت بقى ما اديتوش حقه بالنسبه للعقوبه اللي هو من 4 شهور ل 6 شهور ايقاف، مع الشرط الجزائي كان لازم يطبق، ما حصل. فهي يعني دي حاجه، ودي حاجه ثانيه ان انت خلاص احنا خدنا ان انت عرفنا ان نادي الزمالك على حق وهم اللي قالوا كده. تمام. وهناخد الورق دوت. اعتقد ان مجلس الاداره بقى هو اللي حر فيها. الخطوه الثانيه مجلس الاداره اللي يعملها، هل هيصعدها المحكمه الرياضيه؟ دي هم اللي يقدروا يتكلموا فيها، عشان ما اقولش حاجه ما تحصلش. بس انا اتوقع ان لازم تروح محكمه رياضيه يعني. كابتن ابراهيم، معلش، يمكن ازمه شيكابالا واشتباكه مع الجماهير في التدريبات الاخيره، هل تم توقيع عقوبه على شيكابالا؟ وهل هناك نيه لترويض شيكابالا او يعني يعني شيكابالا موجود ولا شيكابالا ماشي؟ اشتباك دي كلمه كبيره، ما فيش اشتباك. لا، الموضوع زاد يعني منه. بعد كده هو حصل حد يدخل زعيق من الجمهور، بعد كده صالحوه وغنوا له والموضوع عادي. شيكابالا اتمنى ان هو الفتره الجايه يهدى ويعرف ان الجمهور ده بيحبه وما يخسرش جمهوره. انما يعني الموضوع هو مين اللي عمل شيكابالا ومين اللي عمل ومين، هو ربنا اللي نمره واحد وبعد كده الجمهور. غير كده مش هتبقى ليك سعر. فهو لو ما ركزش يعني يركز مع الفرقه، يرجع لجمهور الزمالك، يحترم الناس كلها ويتعامل معاهم باسلوب كويس ويحترم ان هم بيحبوه، اعتقد ان الامور هتهدى. انما عكس كده ما احنا مش هنسمح بقى يحصل المشاكل دي بعد كده. كابتن ابراهيم، اخيرا مطالب حسين ياسر المحمدي بتجديد عقده، زياده عقده، عايز يحترف. عايزين اخر الكلام في موضوع حسين ياسر. مش تجديد، هو عقد حسين 3 سنين ونص. زياده المقابل المادي في عقده. تعديل دي متروكه لما الاستاذ ممدوح مجلس الاداره لما يجي، لان هو كان قالوا له بس اشتغل كويس ال6 شهور اللي فاتوا دول، وان شاء الله لو ظهرت بصوره كويسه ممكن يبقى في ممكن يكون في تعديل للعقد. تمام. لان هو بيقول انا يعني العقد قليل بالنسبه له، كان بياخد في الانديه الثانيه اعلى من كده، فكانت ظروفه طبعا انتقال. احنا النادي نادي الزمالك دفع شرط جزائي بتاعه $300,000، فنادي الزمالك دفع فلوس يعني. فنادي الزمالك هيدفع او هيعدل، او مجلس اداره استاذ ممدوح عباس هيعمل كده، دي بتاعته. مش هيعمل ملتزم بالعقد بتاعه، هيجيب لي عقد بقى من هنا مش احنا ادام احنا عايزينه يبقى عايزينه. لو الامور حاجه ثانيه يبقى دي بالنسبه لمجلس الاداره، الحريه لمجلس الاداره. انما احنا الراجل بينفذ عقده، لو ما تعدلش ملتزم بالعقد وملتزم انه يركز مع الفريق، لان احنا مش كل شويه ما ينفعش ان كل واحد العقد بتاعه يحس ان هو يصحى من النوم نفسه في قرش زياده يعمل لنا مشكله. احنا عايزين نركز في بطولات، والجمهور مش هيستحمل حاجه ثانيه غير انك انت تبقى بتشتغل في بطولات يعني. اخيرا عايزين نطمن عبد الواحد السيد. مفيش حاجه، واحد جميل كويس. في التمرين قبل الماضي ان هو خرج من التمرين كان في اصابه اشتباه في يعني اللي اتردد ان هو كان في اشتباه في وتر اخيلس واصابه في التهاب شويه، والامور الحمد لله عملنا اشعه عليه وكويس ومع الفريق في التمرين باذن الله، وان شاء الله يبقى موجود في ماتش الحرس باذن الله. شكرا يا كابتن. شكرا، ربنا يخليك. السلام عليكم. عماد محمد نجم نادي الزمالك الجديد، اولا بنرحب بيك، بنبارك لك انضمامك لنادي الزمالك. اكيد نادي الزمالك من الانديه الكبيره اللي كنت تتمنى او سعيد انت انضميت ليها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا جزيلا. طبعا يعني نادي الزمالك اي لاعب في الوطن العربي يتمنى ان يمثل نادي الزمالك، وهذا شرف كبير لي انا امثل نادي الزمالك، واتمنى ان احقق معه نتيجه ترضي وترضي جمهوره يعني الكبير. عماد، يمكن المفاوضات اول ما بدات معاك كان التفاوض مع عماد محمد هداف المنتخب العراقي وهداف الدوري الايراني، فجاه وجدنا ان انت في نادي الزمالك تم توظيفك في ناحيه اليمين. شايف ان ده ممكن ياثر عليك او ياثر على مكانك في نادي الزمالك الفتره اللي جايه؟ لا طبعا، يعني هو قناعات الكادر التدريبي، فانا احترم قناعته. اي مكان يقول لي بيه يعني انا ادي بيه، فاني راح اكون محترف يعني والعب مثل ما يريد المدرب من عندي. فاذا قدرت ان اقدم المستوى
اللي يرضيني ويرضي النادي ان شاء الله ما راح اقصر باي شيء. فقناعات راح تكون من المدرب. يعني انا المركز اللي العب به طبعا هو المركز المهاجم او المركز اللي تحت المهاجم، فاي مركز يطلبه من المدرب راح اكون بخدمه الفريق يعني. عماد الف مبروك انضمامك للزمالك والتوفيق دايما. شكرا جزيلا حبيبي. نجم دفاع نادي الزمالك الجديد، اولا بنبارك لك انضمامك لنادي الزمالك، وانت يمكن كنت واحد من نجوم النادي الاسماعيلي، لعبت انديه قمه. اولا بنبارك لك انضمامك للزمالك، واحساسك ايه وانت نجم من نجوم نادي الزمالك الموسم القادم؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد لانضمام نادي الزمالك. كان في مفاوضات من سنتين ثلاثه، والواحد الحمد لله انه انضم للنادي اللي هو بيحبه. هتقدر تأدي في النادي اللي انت ليك رغبه انك تلعب له، والحمد لله ان شاء الله بوعد الجمهور ان انا بقدم المسؤوليه، والواحد يجتهد وبنوعدهم السنه دي ان شاء الله نقدم حاجه كويسه للنادي. والله هي انا مش قلقان من الموضوع ده خالص. انا عامه انا ابتديت وانا سن صغير 16 سنه مع النادي الاسماعيلي. بتتكلم الناس على السن ما تعرفش سن الحقيقه. انا مواليد 30/10/80، يعني انا في 30/10 اللي جايه اكمل 30 سنه. فان شاء الله الفتره اللي جايه الواحد يتمرن كويس ويجتهد، ونوعد ان الجمهور ان شاء الله نقدم لهم حاجه كويسه السنه دي ان شاء الله. محمد، يمكن انضمامك للزمالك يمكن بعد فتره غياب عن البطولات، جماهير الزمالك مستنيه كتير من الصفقات الجديده هذا الموسم. شايف الموسم الجاي ازاي، وخاصه انتوا قدامكم تحديات، جمهور الزمالك لن يقبل عوضا عن البطولات الموسم القادم؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا الفتره اللي فاتت يعني انا الحمد لله اخذت بطولتين دوري وكاس مع الاسماعيلي، ووصلت 2 نهائي افريقيا ونهائي بطوله عربيه. مع اول سنه ليا مع انبي خدت كاس مصر. فالحمد لله الواحد متعود على البطولات، وده اللي بيسعى ان الواحد طبعا مع نادي الزمالك ونادي كبير وعريق والجمهور الكبير ده. طبعا الواحد بيجتهد ان السنه دي ان شاء الله يبقى فيه بطوله ان شاء الله. محمد، اخيرا يمكن وجود الكابتن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر، الحارس الافضل والاميز افريقيا، شايف انه هيديكم ثقه لدفاع الزمالك، وخاصه ان كان دفاع الزمالك دائما هو مسار الكيلو والقال الفتره الاخيره. شايف ان وجود الحضري في خلفكم هيكون في ليه ثقه كبيره النهارده في السنه دي في دفاع الزمالك؟ طبعا كابتن عصام غني عن التعريف، حارس الاول في افريقيا، بس انت ما تعرفش مين اللي هيلعب. طبعا الكابتن عبد الواحد برده من الحارسين المرمى الكبار. الكابتن عبد الواحد هو برده يعني الواحد ما يقللش من الكابتن. لا، الاثنين برده الكبار. فهي دي بترجع للكابتن حسام وللجهاز، وانت بتتمرن كويس وبتعمل اللي عليك، ده هيعود على النادي يعني بفايده. شايف المنافسه ازاي في دفاع الزمالك، والمنافسه ازاي بصفه عامه في الدوري المصري الموسم القادم؟ خالص من الموضوع ده خالص. انا الحمد لله طالما انت بتجتهد وبتأدي اللي عليك ربنا هيبقى واقف معاك. وسواء انا اجتهدت اي حد فينا يلعب، المهم ده ان يبقى لصالح النادي ان شاء الله. المنافسه على البطولات الموسم القادم، والمنافسه او بطوله الدوري الموسم القادم، والله هتبقى صعبه طبعا، بس مع الاجتهاد والاصرار، وتبقى اللعيبه كلها متكاتفه مع بعض ان شاء الله يبقى في بطوله لينا السنه ان شاء الله.